نعيد من تاني. انت لو عايز تخلي شخص معين يفكر فيك ومشاعره تتأثر لا واعيا من ناحيتك، فانت لازم تمشي بالثلاث خطوات اللي هقولك عليها، وهتشوف الاشارات اللي هنتفق عليها، وباذن الله تتاكد ان تفكيرك وطاقتك وصلت له وتاثر بيها. مبدئيا بس انا عايز اقول لكم ان انا عايز احتفل النهارده بوصولي ل 3000 شخص رجع لحبيبه بفضل ربنا سبحانه وتعالى على مدار الاربع شهور اللي فاتوا. بجد انا مبسوط، واتمنى كل الناس تنشر وتدعم الموضوع ده علشان الناس تستفيد وتعرف توصل للي هي عايزاه. هستنى دعمكم على الفيديو ده بالذات علشان ما ابخلش عليكم باي حاجه تخص التخاطر والطاقات وتوصيل الرسائل الذهنيه. الخطوه الاولى المفروض تعملها هي استحضار الشعور، بمعنى انك هتقعد في مكان هادي يكون مريح. يستحسن لو سمعت موسيقى بدون كلام تكون مريحه وانت بتحبها وبتاثر على مشاعرك. استحضار الشعور ده بقى انت هتتخيل فيه ان الشخص ده الذكريات اللي مرت بينك وبينه الحلوه، مهما كان تفكيرك بقى اللي هي خلاص راحت وبتاع، لا، فكر وانبسط وكانك بتعيش اللحظه دي من اول وجديد. ساعتها عقلك الواعي هيبدا يفرز هرمونات زي الدوبامين والتستوستيرون والاستروجين والادرينالين والمورفين وكل الهرمونات اللي علاقه بالسعاده والاثاره. كان عقلك صدق ان انت بتعيش التجربه دي فعلا، فهيبدا ياثر على الطاقات بتاعتك فتعلى. نطلع من مرحله استحضار الشعور نخش على المرحله الثانيه، وهي انك تتخيله قدامك تمام في خيالك، وتخيل تفاصيل حواليك، شكله، هدومه، نظراته، وانك بتقول له رساله صغيره مختصره، ما تكونش طويله جورنال تمام، لا قول له رساله صغيره مختصره انت تكون حابب تقولها له، وتخيل رياكشنات وشه وهو بيتفاعل معاها وكانه بيستقبل رساله بيقول لك اوكي. ثالث خطوه وهي الثقه، يعني انت بعد ما تعمل الموضوع ده تغمض عينيك وتفتحها تمام، وتبقى واثق في اللحظه دي ان كل الطاقه بتاعتك وكل طاقه تفكيرك دي وصلت له وتاثر بيها وحس بيها. لان الشك ولو 1% في عمليه التخاطر دي بيضعف العمليه جدا. التخاطر مش حرام، التخاطر ما فيهوش ضرر خالص، غير ان انت لو ما كنتش قادر تمسك اعصابك او مش قادر ان انت يعني انت متعلق بيه جدا، فلما تعمل التخاطر اعتقد ممكن يكون له اعراض جانبيه بان هو يخليك متعلق قوي. بس انت لو بتعرف تعمل كنترول كويس بعد التخاطر وترجع طبيعي زي ما انت اوكي يا ميدو. لكن انت شايف ان انت ضعيف وهتتاثر وبعد التخاطر هترجع تحن ليه تاني، فانصحك بلاش لحد ما تبقى قوي كده من جواك، ساعتها ممكن تعمل التخاطر عادي. ومن الاشارات اللي هتظهر لك اللي تاكد لك ان التخاطر نجح هي انك هتشوف الشخص ده في الحلم بيقول لك رساله معينه، او حتى بيبتسم لك، او حتى بيظهر. تاني حاجه انك تشوف اسمه بيتكرر كتير بنصدف قدامك. تالت حاجه وهي انك تحس بمشاعر فجاه جات لك بدون مؤثر خارجي. يعني ايه بدون مؤثر خارجي؟ يعني مشاعر من غير حاجه تفكرك بيه انت افتكرته، من غير ما تشوف اغنيه او تشوف مكان او تلاقي حاجه كانت يعني لها علاقه بينك وبينه، لا تفتكره لوحدك. اعرف كده ان هو فكر فيك بمشاعر قويه جدا. اعملوها، والناس اللي عملتها تكتب لي في الكومنت عشان الناس التانيه تشوف. وانا بحبكم قوي قوي قوي،